القطايف من أجمل وألذ وأحلى الحلويات اللي بنعملها في رمضان. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا، وهتطلع سليمة ومظبوطة معاكي 100%. عجينة طرية ومهما تضغطي عليها لا هتتقطع ولا هتتشقق. وهقولك ازاي تظبطي الشربات بتاعها. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف عملنا القطايف التحفة دي ازاي. في بولة هحط فيها كوبايتين دقيق ونص كوباية سميد دقيق اللي هو بتاع البسبوسة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة خميرة، ومعلقتين كبار سكر، ورشة ملح. وهحط عليهم 3 كوبايات مية دافية. هحط كوبايتين وهبتدي اقلب بالمضرب السلك، وبعدين احط الكوباية التالتة. وعلشان تتأكدي ان عجينة القطايف اتعجنت كويس وما فيهاش اي تكتلات، هضربها ضربتين بالهاند بلندر. ولو ما عندكيش هاند بلندر تقدري تعملي الخطوة دي كلها في شفشق الخلاط. وده كده شكل عجينة القطايف. وعشان نتأكد ان عجينة القطايف ما فيهاش اي تكتلات هنصفيها، عشان لو فيها اي تكتلات تطلع معايا في المصفى. وهنغطيها ونسيبها تستريح ربع ساعة لما نسخن الطاسة. شايفين يا جماعة ده شكل وقوام عجينة القطايف. القوام بيكون وسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف، هو بيكون مايل اكتر للخفيف. بعد ما سخنا الطاسة كويس جدا نبتدي بمعلقة او بكبشة صغيرة نحط شوية عجينة. اهم حاجة الطاسة اللي هتستخدميها تكون طاسة غير لاصقة، تيفال او جرانيت، المتوفر عندك عشان ما تلزقش فيها عجينة القطايف. ونبتدي نحط شوية عجينة. أول ما لون العجينة يبتدي يتغير هنشيلها من الطاسة. هي كده خلاص استوت وأخدت اللون الذهبي من تحت واستوت من فوق. هحطها على فوطة وهغطيها بفوطة تانية عشان تفضل طرية. ودي يا جماعة خطوة مهمة جدا، علشان لما نيجي نحشي القطايف تتقفل معانا بكل سهولة، والحروف بتاعتها ما تكونش ناشفة. فلازم نحافظ عليها طول الوقت وهي متغطية. تعالوا بقى نتكلم على أهم حاجة، وهي تسوية القطايف المظبوطة. ما تعليش النار قوي عشان القطايف لونها ما يحمرش قوي وتتلسع منك من تحت. النار تكون وسط. هتظبطي النار وتشوفي لما تحطي واحدة قطايف ولون العجين الأبيض يتغير ويستوي، وفي نفس الوقت بيكون اللون ذهبي من تحت. عملتي واحدة واللون مش مظبوط من تحت عادي، هتعملي واحدة تانية. وتظبطي النار، تعلي أو توطي النار هتظبط معاكي. هتعملي 3 أو 4 لحد ما النار تظبط معاكي، عشان تطلع معاكي بالشكل ده، مستوية من فوق وفي نفس الوقت واخدة اللون الذهبي الجميل ده من تحت. شايفين ما شاء الله دي كده كل الكمية اللي طلعت معايا ناجحة اللهم بارك وفي منتهى الجمال. لونها حلو جدا ومناسبة جدا لان احنا لسه هنحمرها. شايفين ما شاء الله. كرمشي بقى بايدك زي ما انت عاوزة. القطايف ناجحة معاكي جدا، لا هتتشقق ولا هتتقطع وانت بتحشيها. تعالوا بقى نعمل الشربات المظبوط بتاع القطايف. طاسة احط فيها كوبايتين سكر وكوباية مية. شربات القطايف بيكون تقيل زي شربات الزلابية وبلح الشام. هشغل النار ومش هقلب خالص في المرحلة دي، بمعلقة او اي حاجة ما تجرحش الكسرونة، وهعمل علامة زائد علشان اتأكد ان المية نزلت لقاع الكسرونة والسكر ما يتحرقش. ولما تبتدي تغلي من الجوانب هنقلب بالشكل ده. هنمسك الكسرونة ونلفها كده، وهنكرر الخطوة دي لحد ما السكر يدوب. وهحط معلقة كبيرة عسل كلوكوز، وعصير نص ليمونة. واول ما يغلي بمعلقة وهقلب الشربات، وهشيل الرغاوي اللي بتتكون على الوش دي يا جماعة بتكون شوائب السكر. وكوباية حاطة فيها شوية مية وهبل فيها الفرشة، وهمسح بيها جوانب الكسرونة. علشان العسل لما بيغلي بيعمل كريستالات حوالين الجوانب، وبعد ما العسل يستوي هيرجع يسكر تاني. فالخطوة دي يا جماعة مهمة جدا، علشان العسل ما يرجعش يسكر تاني منك. واخر حاجة هحطها معلقة فانيليا، وهسيبه على النار بعد ما يغلي حوالي 4 أو 5 دقايق. وهطفي عليه واسيبه يبرد خالص. وبكده يكون عندي العسل بتاع القطايف جاهز. نعمل بقى الحشوة بتاعة القطايف. أي مكسرات متوفرة عندك. أنا عندي زبيب وسوداني مجروش وجوزة هند، هحط عليهم نص معلقة صغيرة قرفة. والناس اللي ما بتحبش القرفة ممكن تستغنى عن الخطوة دي. وهقلب المكسرات كلها مع بعض. وهبتدي أحشي القطايف زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله طراوة وطريان حاجة كده تحفة. اللهم بارك العجينة مظبوطة جدا، لا هتشقق ولا هتتقطع منك وانتي بتحشيها، وهتفضل طرية معاكي لآخر قطعة بتحشيها.
ودي كده كل الكمية بعد ما حشيناها. نيجي بقى لمرحلة التسوية. درجة حرارة الزيت تكون متوسطة، ما يكونش حامي قوي عشان القطاوي عشان القطايف تستوي براحتها، ما تاخدش لون بسرعة من بره ولسه عاوزة تستوي من جوه، علشان تبقى مقرمشة كده وحلوة. والنار تكون وسط، وهنقلبها باستمرار لحد ما تاخد لون ذهبي جميل من الناحيتين، ونخرجها على طول ونحطها في الشربات البارد، ونسيبها في الشربات حوالي 5 دقايق، ونخرجها في مصفى عشان تصفي العسل الزيادة. وهعمل كده كل باقي كمية القطايف بنفس الطريقة. وهنرش عليها شوية مكسرات، وده كده شكلها النهائي. ما شاء الله، من كوبايتين ونص دقيق، اللهم بارك، عملت كل طبق القطايف ده. طعمها حلو جدا، كل اللي اكلها شكر فيها، مقرمشه من بره وطريه من جوه، حاجه كده تحفه. ان شاء الله تعملوها في رمضان وتعجبكم. وما تنسونيش بقى من حظ دعائكم، اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا وانت راض عنا. لو عجبكم بقى فيديو النهارده، متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي الجديده. وما توفيقي الا من عند الله، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.